السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم ها انستغرام ديالي بين يديكم، ديروا فيه ما بغيتو. انا والله ما نعاود مازال نعرض عليكم، راه المتابعة فابور. فمن بعد الجزء الاول والثاني والثالث والرابع واش غادي نقول لكم، وكنحس بانه طريق كبيره ضربناها كاملين، لا انا ولا السي ياسين ولا السي صدام ولا حتى نتوما معايا ما شاء الله عليكم. يعني واخا حصيله المشاهده للاجزاء الاربعه لم تكن كيف ما كنت متوقعه، ولكن تكفيني التفاعلات اللي وصلتني في الخاص، فهي احسن مكافاه على هذا العمل اللي بفضل تكافل المغاربه الاحرار وايضا توفيق الله عز وجل استطعنا نوصلوا الصوت ديال هاد الناس خارج هاد الجبال والوديان والغيران، واستطعنا نكونوا اول وحدين من ولاد البلاد نكونوا السباقين للشد من ازر هاد الناس. سيداتي انساتي سادتي، مرحبا بكم معايا في الجزء الخامس والاخير من سلسله طريق الخير. فيديو غنبداو من البلاصه اللي توقفنا فيها، عقلتوا؟ ايوا تعالوا معايا نختموها باحسن طريقه. فكيف ما كان سبق لي واشرت، فهاد الناس كينتميو لفئه البدو والرحل، بمعنى ان مصدر الرزق الاساسي والوحيد لديهم ماشي التجاره، ماشي الصناعه، ماشي واحد الصالير كيتسناهم كل اول شهر، وماشي حتى الكريساج او النصب او الاحتيال. هاد الناس تابعين الرعي ديال الغنم والمعاز، فين ما كان الكلاء والخضوره اللي غادي يوكلوا على الدواب ديالهم كيتبعوهم، وهذا الشيء اللي كيفسر التسميه ديالهم الرحل. ما عندوش واحد مقر السكن ثابت. وبالنسبه لهاد الغرف اللي وسط الغيران واللي محفوره باليد والفاس، فغنخليكم تطالعوا على الظروف العيش ديال هاد السكان، الله يكون في عوانهم. وكيصوروا قوت اليوم ديالهم بفضل البيع ديال هاد المواشي. يكفي انكم تعرفوا بانه غير في شهر يونيو فلازم عليهم يتحولوا في اتجاه جبل مكون، ثاني اكبر قمه جبليه في المغرب، بحثا عن الماء والاكل على بعد عشرات من الكيلومترات. مجرد التفكير في هذه القضيه وانا كنشوف من البعد ديك القمه كتجيني السخفه. وهكا غادرنا مقر الإقامة ديال هاد جوج عائلات مع توصيل الأمانة كاملة مكمولة الحمد لله. وهكا غسلنا قلوبنا وتفاجأت نفوسكم با بوسيبل. وخلال طريقنا إلى العودة من بعد الحمد لله تمت المهمة بنجاح. تلاقينا هاد جوج ديال الشباب. سي صدام ماشي ياسين، سعد سي صدام اخويا. ايوا باش كتحسوا الحمد لله كملت هاد تجربة على خير ما يرام؟ الحمد لله. فاش كدوز هاد الناس كتلاقى بهاد الناس كتعاونوا بواحد المساعدات اللي بسيطه، وهادي كتحس بالفرحه ديالهم، كيفاش الناس كتكون فرحانه بك. دابا انت فرحان سي صدام؟ بطبيعه الحال اصاحبي، فرحه كبيره ما كتصورش. كدير واحد الله يتقبل العمل، الله يتقبل العمل. كنتمنى من خوتنا المغاربه اللي كيشوفوا هادشي ولا هادي اللي بغى يعاون في شي حاجه باقل ابسط حاجه تقدر تعاون. الله يتقبل العمل. اللهم امين. راه يا العويق هذا هو غادي كيبعد باش نتبعو، باش الكاميرا تتبعو من القبيله وانا نتابعو بحال باباراتزي. واسي ياسين سي سعد قول لي اخويا. ماشي كنبعد، كنقلب على الطرقين الساهلين. البلاد واغله كما قلتي لنا الصيد. والله العظيم. وكان كنشوف هذيك الفكره اللي كنتي قلتي لي، اللي كان قال لنا السيد قبيله، ديال ان شي واحد الا مرض الهوم ولا هذا كي غيدير تيدوز من هاد الطريق، وكيفاش لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد التجربه صراحه شي حاجه كتحس في النفوس ديالنا، انك كتشوف واحد الناس باقي ابسط الحوايج ديال العيش ما كاينينش عندهم، وحنا في 2023. خير ميتال الدريه اللي خدات نونوس البارح. عرفتي واحد الفرحه قسما بالله الا خلاتنا بلا نعاس. عرفتي ملي مد لها النونوس طريقه باش نقزات مسكينه، وباش هذا زعما غايه في الروعه. ايوا الحمد لله. خويا هاد التجربه هذه درناها الصراحه باش يشوفوها الناس ويعرفوا بانه الشيء الواحد الا كان في دارو واكل ناعس مغطي، راه كاين واحد الناس اللي كيتفرشوا الارض وكيتغطاو السماء. يعني ديما الواحد يدير في راسو هذيك الفكره، انه الا كانت عنده شي حاجه يقلب على الناس اللي كيوصلوا لديك البلايص، ولا هو يدير واحد المبادره يمشي ويعاونوا هذوك الناس. راهم خوتنا، راه حنا دم واحد، راه حنا مسلمين كاملين. والله يعشر اخويا الخطوات، والله يهدينا على نفوسنا. هذا هو اللي يا ربي امين. موحى صاحب الفضل الاكبر، رجل خجول. تعال هنا. اش كتغي؟ اش كيداوا؟ بركايه. توك سي محمد كنشكرك على هذا
مرحبا تريب جميل. مرحبا وهاد اخويا الناس اللي لقيتينا معاهم اللي جعلك الله سبب مرحبا اخويا باش يا رب اليوم امين يا رب امين نكونوا ولو جزء من الحياه اليوميه ديالهم اليوم. ان شاء الله. الله يستر عليك لما دوروا شوف. ومازال شحال تابعنا ديال الطريق، يسير لا شحال تابعنا ديال الطريق، لا جيران ساعد المكانه. ساعات المكان ان شاء الله ديال الروتور. الحمد لله وشكرا على الرفقه ديالكم. الله يحفظك. شكرا. كنشكروك انت على هذه المبادره اللي بديتي بها شكراً صراحه، أنت. والله الا كنشكروك جزيل الشكر من القلب الخالص اسيدي. ايوا وانا بعدا عجبني الحال، ولكن نتوما شنو بان لكم؟ شنو بان لكم؟ ما عجبناش شحال من جنات الناس كيفاش دايرين. واستمرت المغامرة خلال طريق الرجوع اللي كانت أقل صعوبة من الكانيون دي بات دو سانج اللي جينا معاه إذا عقلتوه في الجزء الثالث. وكيف ما كتلاحظوا الخلوات والفيافي دايرين بينا. لحسن الحظ كانت الشمس بدات كتبرد، وبطبيعة الحال انتهزنا الفرصة لأخذ بعض الصور التذكارية والاستمتاع بالمناظر الهوليودية، واللي خلات غالبية الصور كيفاش غادي نوصف لكم شنو كيقولوا لها الفرنساويين مختل ياك ياسين، ما عارفك عندك مع هاد النويطات، ولكن كلمة حق راه هاد موحد توفي راه فعلا راه عالم. انا ما نكذبش عليكم، اول مره تلاقيتو هادي شي 6 سنين كنت حقرته، ولكن صدق من قال الرجال ما كتحقرش، وفعلا رجل في زمن قلت فيه الرجال. يا ناري ها هو سمعني. لا كاين الرجوله من الطفوله خويا موحى. المهم كان التراجع اكثر من ممتع، بلاك سعيد بلا لي زامبريفي الحمد لله، وهذا فضل من عند الله. وصلنا للمكان اللي خلينا فيه الطوموبيل، رجعنا في حالنا وحنا في قمة النشاط. بطبيعة الحال باش كلها يجبدوا فالو لقيناهم جازلين غرفتين اخريين من غير هادوك اللي كنا بتنا فيهم. كادر جديد، ديكور جديد، دوش سخون، لا مين فيو. زعما شنو غادي نطلبوا اكثر من هادشي؟ واخا الله يرحم والدينا الله يعاونكم انت سعد راني توصل بالامانه. الله يرحم والدينا الله يعطيكم الخير مره اخرى ان شاء الله. يعني باللغه ديال مول الطريق رول ما عنده باكاج، وباللغه ديال المغاربه المغرب ديالنا احسن بلاد وطلعتوا لينا فراس. واخا دمرنا مع 11 ديال الصباح في اتجاه الجديده، وفجاه تفكرت انه مازال لينا واحد 3 ديال القفيفات ما تفرقوش. تلاقينا بواحد الراجل كبير هاز واحد الفاس على ظهره، وسولته فين غادي يا الشريف؟ قال لي على باب الله واحد الخدمه الا سهل فيها سيدي ربي. قلت له واش تبغي شي معونه تعاون بها في رمضان؟ السيد تبدل اللون ديال وجهه وبانت عليه علامات الفرح مسكين، وهاد الشوفه بربي حتى كتسوى اموال الدنيا كامله. وزدنا شويه قبل ما قلعت مكونه واحد 2 ديال العيالات عاوتاني نفس الشيء ونفس الفرحه، وهكذا حسينا اننا حيدنا علينا واحد الحمل ثقيل على كتافنا. من بعد غادي ندخلوا لمدينه الورود قلعه مكونه. مشينا للمحل ديال السي مصطفى منتوجات ورود دادس. تقدينا شي بركه، كانوا موصينا على الوالدين والاحباب والاصدقاء، وكملنا طريقنا عبر ورزازات واللي خدينا فيها حتى هي شي حاجه ديال التمر عند صديقنا سعيد أدردور من المارشي ديال المدينة. باش نغلقوا القائمة ديال المشتريات نهائيا ونطلقوا البنوات ياكلوا القدرون ويتحداو الأشغال اللي عمرها واقيلا غادي تسالي ما بين ورزازات ومراكش. اذا الحمد لله من لوكول ديال تيشكا حنا دابا في لو شومان ديال لو روتور بحالنا الجديده من بعد ما الحمد لله المهمه تمت بنجاح الحمد لله. الاهداف اللي جينا على قبلها راها تحققات، وخلينا داكشي اللي بقى ديال الحوايج خليناه للموحى فدات هو غادي يفرقهم بمعرفتك، وما كانش عندي فيه الثقه ما زعما كنت غادي نتولى داكشي براسي، ولكن ضيق الوقت فهو غادي يتكلف بالكماله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حنا بعدا عجبنا الحال. ولكن نتوما شنو بالكم؟